السلام عليكم. تبارك الله على الاخوان، مجموعه طيبه، انتاج وتسميع الحسون، تبارك الله على الجميع. اخوان، بغيت نصايب واحد الباطي وقلت نتقاسموا مع الاخوان ديالنا. بالنسبه لهذا الباطي، المكونات ديالو هو ان كما تلاحظوا هذا بيض سمان، بيض سمان محكوك بالقشور ديالو. هنا 3 البيضات. هنا هذا باطي راه صيبته فيه متقاسم مع الاخوان، فيه الدود مجفف، فيه القمح، فيه الذره، فيه يعني الزعتر. ها هما هاد الوريقات تيبان لنا الزعتر، فيه الشوفان، فيه الحلبه، فيه الخرقوم. يعني فيه عده عناصر اللي تسمى غذائيه وكابحه الامراض. وهنا كما تلاحظوا هذه حريقه ديال العام اللي فات، يعني ملي كانت في الطبيعه خديتها وقمت بالتجفيف ديالها وهي طحنتها، وانا تنقدمها دابا للطويرات في الباطيات. هنا عندنا سبيرولين، معروفه غنيه عن التعريف، حليب البحر. واحد النقطه الاخوان سريعه ولكن ان شاء الله ركزوا فيها. هنا كما تلاحظوا هنا البيض السمان في هذا الكاس ديال الماء. لعل لاحظوا كاين بيضات هابطه وجوج بيضات طالعين الفوق، وهذا علامه ان هذا البيض خاسر. هاد البيضات اللي تطلعوا الفوق فيما تنديروا بغا نعرفوا البيض واش جيد ولا غير جيد، تنشدوه تنديروه في الماء. اللي طلعوا الفوق راه فاسدين، يعني دخلهم الاكسجين يعني فسدوا. وهذه اللي باقا لتحت هي اللي مزيانه، هكا باش تنعرفوا ان البيض مزيان من البيض اللي ما مزيانش. شوفوا هما دوك تيطلعوا فوق الماء، يعني هادو غير صالحين للاكل البشري ولا للطويرات ديالنا، هادي مزيانين. هكا باش نقلب البيض باش ما ناديش شي مشكل للطويرات ويمرضوا ليا. هنا غنمشيو ان شاء الله الاخوان الدمج ديال هاد العناصر. تنشد هاد البيض هذا بحال هكايا، سمحوا لي نمسح هاد الماء العاقه باش ما نخسرش الباطي. انا غنمشيو الاخوان دابا ندمجو حتى البيض الا بقى في الملعقه ودخل هنا يقدر يفسد ليا الباطي. غناخذ واحد جهد ديال الملعقه كبيره حتى 2 معالق كبار. نتوما كما تتشاهدوا ما تنديرش لا سيبورا لا هو تنصورها بيدي، وتنقوم يعني بالدمج ديالو ونخلطو مزيان يدخلوا العناصر مع بعضياتهم وانا معكم. وهنا كما تلاحظوا الاخوان بعد الدمج ديالو يعني خلطت ودخلت العناصر مع بعضياتها. نقدروا نضيفوا الكسكس حتى هو منقوع في الماء، نقدروا نضيفوه. هنا غنمشي دابا للحريقه. القدر اللي تناخذ للحريقه واحد نصف ملعقه كما تتشاهدوا. نزيد واحد شويه، بنادم الانسان عينو ميزانو الاخوان على حسب الكونتيتي اللي يديروا. السبيرونين هي علميا تقريبا تنديرو يعني غرام في 100 غرام. انا غناخذها واحد القدر، ها هو كما تتشاهدوا، تعطيه واحد الصبغه لونيه. وهذا الشيء دابا غنتم الدمج ديالو مزيان هاد العناصر كما تلاحظوا، ونخلطهم ونضيف عليهم واحد القليل ديال زيت الزيتون، واحد ملعقه صغيره ولا نصف ملعقه صغيره زيت الزيتون، باش هادشي ما يكونش يعني ناشف، يعني ما يكونش جاف ويكون يعني رطب. مع زيت العود تيرطب وتيساعد حتى في العمليه ديال الهضم. وهاد العناصر الاخوان كاملين اللي تتشاهدوا عناصر طبيعيه ربانيه، يعني ما فيهمش شي عنصر داخلي او مصنع. وهادو الله يبارك وانت تاكلو تجهز وتكون عنقود البيض الذكر ياكلو ويجهز ويولي فواحد القوه في التغريد، لان هذا الشيء تسمى طاقه. هذه ماكله تياكلها الطائر فيها عده عناصر من فيتامينات واملاح معدنيه وبروتينات والياف ومضادات الاكسده وعده عناصر الاخوان، عده عناصر اللي تتهز الطاقه للطائر، تتقوي الجسد ديالو، تكون الجسد ديالو قوي ومناعه طالعه الله يبارك وانتاج وفير. والطائر ما تيكونش عنده نقطه سوداء لا والو مجيره من خلال نمط العيش اللي تنعيشوه به. حنا تنعطيو واحد الغذاء اللي فيه غذاء وفيه دواء. هذا هو اللي كاين. غنخلطها دابا مع شويه ديال الزيت وغنقدمها للطويرات ونهاركم مبروك ومسيره موفقه للجميع.